جديد. معاكم باسم سمير بتاع تصديق. طيب احنا هنتكلم في ايه النهارده؟ في الاول بس انا حابب ان احنا نعمل نوع من السمري كده، يعني في البداية على الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها الفترة اللي فاتت. احنا الاول اتكلمنا على انه ان احنا عاملين كورس وبرنامج. الكورس والبرنامج دول هو كورس للتأهيل للتصدير وإعادة التأهيل للتصدير، وبرنامج يلا نصدر، وده نوع من الكوتشنج والكونسلتيشن اللي بيمشي معاك ومع حضرتك او مع حضرتك خطوة خطوة بشكل عملي في تأهيل حضرتك للتصدير أو تأهيل حضرتك للتصدير. وبعد التأهيل أو إعادة التأهيل، لو أنت اوريدي حاولت، في ناس كتيرة بتتواصل معانا، طب أنا حاولت، طب أنا في وسط بروسيس معينة، طب أنا محتاج نوع من الدعم، محتاج نوع من التكنيكال سبورت، محتاج كذا كذا كذا. تمام. فده احنا الكورس اللي عاملينه مع البروجرام هو رئيسي وأساسي، بحيث إنه نقدر ان احنا نقدم الكوتشنج والكونسلتيشن في مجال التصدير. واتكلمنا حوالين موضوع له علاقة بال HS كود، وان هو مينيمم 6 ارقام، وان اختيارك الصح لل HS كود واختيارك الصح للمنتج بتاعك او السلعة بتاعتك هو اللي يخلي حضرتك او يخلي حضرتك انه يبقى ممكن انت تضاعف ايراداتك ما بين 10 ل 15%. واتكلمنا حوالين نماذج مختلفة. النماذج دي هي بشكل رئيسي وأساسي يعني بتوضح بشكل كبير ازاي ممكن انه يبقى في فرصة، الفرصة دي هي تحت رجلك، هي قدامك وانت مش شايفها ومش واخد بالك منها. اتكلمنا كمان حوالين موضوع التغيرات الدولية والتغيرات الإقليمية اللي ممكن يبقى ليها تداعيات. والتداعيات دي ممكن يبقى فيه فرص وممكن يبقى فيه خطط محتاجة إنها تتغير. مهم جدا إنه الناس اللي بتتابع معانا اللايفات، يعني إن أنتوا تبقوا عاملين اشتراك على قناتنا، قناة فيروز هاب بمنصة التصدير، وإن إحنا يعني نبقى متواصلين مع حضراتكم بشكل أكتر. وهنتكلم النهاردة على مصطلح، هو مصطلح مهم، وهنتكلم فيه أمثلة. آه، فعشان كده بس مهم كل الناس اللي موجودة على اللايف إنها تعمل سبسكرايب على القناة، وكمان تكتب لنا في الكومنتات. وعليكم السلام أستاذتنا العزيزة أو أستاذ سمر. يا ريت انه كمان تكتبوا في الكومنتات ايه المنتجات بتاعتكم او ايه السلع بتاعتكم، وتعرفونا انتم من انهي دولة، من مصر ولا من غير مصر. طيب المصطلح اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو الجلوكال. الجلوكال هو ميكس ما بين جلوبال ولوكال، بمعنى ان هو think globally و act locally. استاذن بس حضراتكم، يا ريت كل اللي موجود على اللايف بس، بحيث ان احنا نبدا ان احنا عشان اللايف يبقى ستيبل، استاذن بس حضراتكم انه تعملوا لايك للقناه. والنهارده انا موجود في دانكن، فمن ضمن النماذج اللي هبقى بتكلم عنها في يعني ايه جلوكال، الفكره بتاعتها. اهلا بيك استاذ احمد. الفكره الجلوكال، يعني مثلا دانكن دونتس فتح في اماكن كتيره. كان منها وعليكم السلام يا فندم. كان منها فروع في عدد من الدول، وفي احد الفروع كان عندهم مشكله ان مفيش حركه بيع. دانكن دونتس هو بيعتمد على ان هو بيطلع القهوه مع قطع الدونتس، وبدأ انه هو يبقى مش قادر ان هو يبيع، او مش قادر ان هو يعني نسبة المبيعات بتاعته كانت ضعيفة جدا. ففكر في فكرة، اعتقد ان هي فكرة لطيفة، هي ممكن تبقى مكلفة. ان هو بدأ يحط زي معطرات جو بريحة الكافيين
بدأ الأول إن هو يختار إن الفروع بتاعته، وعليكم السلام يا فندم. بدأ إن هو يختار إن الفروع بتاعته تبقى موجودة قريب من محطات المترو، وبدأ إن هو يبقى عامل نوع من معطر الجو بريحة القهوة وريحة الكافيين، ويبدأ إن هو يبقى ده بتودي الريحة بتاعة القهوة والكافيين على الناس وهي طالعة من الصفوية أو طالعة من المترو. فبقت الناس ايه ده، الله ده فيه ريحة قهوة. وبدأ ان هو من هذا الاساس بدأ ان هو يركز، وبدأت ان نسبة المبيعات تزيد. فمهم ان المينتاليتي او العقلية بتاعتنا تبقى مركزة في ده، تبقى شغالة على ده، تبقى متخيلين ازاي ان ممكن ان انت تبي جلوكال. ده مهم جدا. كتير من الناس لما بتسافر في اي دولة بقينا بنلاقي فكرة ليبل حلال. ده نوع من الجلوكر، انه طيب انا دلوقتي مستهدف برضه استاذن حضراتكم كل الناس، شاكر جدا لحضراتكم طبعا. يا ريت بس الناس اللي موجوده على اللايف السلعه. آه، هو هو انا مش بعمل اعلان لدانكن، انا بس بقول مثال وبتكلم في حلال، وهتكلم في ماك، هتكلم في ايكيا، وهتكلم كمان على البراندات المصريه اللي بدات انها تبقى موجوده في الخليج. من ضمن بس الحاجات المهمة إنه الناس تبقى بتعرفنا هي من أنهي دولة. نتشرف بحضراتكم طبعا، دي حاجة. والحاجة التانية لو حضرتك منتج أو مصنع أو مستثمر في سلعة أو منتج معين أو حتى خدمة، ابعت لنا في الكومنتات إيه المنتج أو إيه السلعة أو إيه الخدمة. فليبل الحلال هو مهم وأساسي ورئيسي، وبقى موجود تقريبا على مستوى العالم. فبقيت أنت حد من دولة عربية أو دولة إسلامية، فأنت بتدور على ليبل حلال بحيث إن أنت، أو مطعم بيقدم وجبات حلال بحيث إن أنت تقدر تلاقي اللي أنت محتاجه. طيب، ايكيا. ايكيا هو براند سويدي لهايبرات، وبيحاول ان هو يوفر يعني بمنطق بره شويه، هو عنده وجهه نظر في كل مكان. يعني يمكن افتكر ما اعرفش اذا كانت الناس تتذكر ولا لا، الكامبين بتاع باراك اوباما او الكامبين للفتره الاولانيه. باراك اوباما كان عامل، وعليكم السلام يا استاذ امين. باراك اوباما كان عامل كامبين وكان عامل بادجات كده. هحاول ان انا اجيب الصوره بتاعت الكامبين دي. انه كان عامل ان هو ممثل كل المجموعات والطبقات في الولايات المتحده، ان هو بقى للافرو امريكان وكان عاملها بشكل ان هو عامل شكل مختلف ليه على بادجات مختلفه، فيبقى مبين ان هو بتاع كل الناس يعني. نرجع تاني لايكيا. ايكيا هو مكان بيحاول ان هو يسوق نفسه، ان هو اولا ان هو بيسوق نفسه ان هو مكان او ستور بيبيع فرنتشر او اساس اقتصادي، اللي هو ان انت بتغيره كل 5 سنين. هو هنا مش بيتكلم على الكواليتي ان احنا الكواليتي بتاعنا لا، هو هنا بيتكلم انه جابها بوجهة نظر معينة. استاذن برضه حضراتكم الناس اللي موجوده، بس يا ريت انه الناس تبقى اكد على حضراتكم، بس مهم جدا لان احنا هنبقى ان شاء الله بنطلع لايفات، فبحيث انه حضراتكم لو مهتمين لما تعملوا اشتراك على القناه وقت ما هنبقى بنعمل لايف، يبقى بيجي نوتيفيكيشن او بيجي تنويه لحضراتكم ان احنا هنطلع لايف خلال قد كذا، بدل ما احنا بنطلع لايف على سهوه كده. فبعتذر جدا لحضراتكم. فايكيا بيعرف نفسه ده انه هو مكان بيعمل فرنتشر اقتصادي. مش وهنا في مصر مثلا هو بيعرف نفسه انه هو براند مستورد بسعر على قديم، وانه كل الحاجات اللي مطلوبه وافكار مختلفه وافكار جديده في مساحات صغيره غيره. فبدا ان هو يطور من نفسه. ماكدونالدز برضو لما بدأ ان هو بيشتغل في الصين وبيشتغل في الهند، فكان عنده بروسبكتيف او عنده توجه بشكل مختلف. ان هو في الهند مثلا مش هيقدر ان هو يبقى، يعني هو وقف خط انتاج كامل
فكرة البيف ان هو طبعا مش هيبقى ان هو بدأ ان هو يعمل حاجات فيجيتيريان اكتر، بحيث طبعا ان هو ما يقدرش يعمل اي سندوتشات لحمة في الهند. برضه هنا كتير من المحلات مثلا ممكن بتبقى عاملة أكل فيجيتيريان، أكل صيامي في أوقات معينة، علشان سواء الناس الفيجيتيريان أو لو المسيحيين عندهم صيام، فيقدروا إن هم ياكلوا ده. وبدأ إن هو يبرزها وبيوضح. فده فكرة الجلوكل. و هنا تمام، أنا هنا فكرة إنه لما أنا يبقى عندي الفيجن والبروسبكتيف بتاعت الجلوكال، اقدر ان انا اسوق كويس، واقدر ان انا اصدر كويس، واقدر افتح اسواق مختلفه. لانه فكره انه هل الناس هتعرف تقرا المنتج بتاعي ولا لا، وهو ده على حسب المنتج ده اكل شرب. يعني مثلا فيوز مثلا او شركه الاهرام للمشروبات، في وقت من الاوقات ما كانش عندهم الا بريل بس، اللي هو مشروب الشعير بدون كحول، اللي هو ماء شعير بس. بدأوا بعد كده يطوروا من نفسهم ان هم يدخلوا ويعملوا فيوز ويعملوها بكذا نكهه، بدأ ان هم يعملوا كذا حاجه. ففي كنزات، ففي ازايز لتر، ففي كانت ازايز ازاز اللي هي 300 330 مللي او. فإلى حد كبير جدا المفهوم أو اكسبريشن الجلوكال مهم جدا إن إحنا نبقى حاطينه في الاعتبار وشغالين عليه. لأنه أنت ممكن تبقى ناجح في مكانك، ممكن تبقى ناجح في الفرع بتاعك، ممكن يبقى مطعم عنده فرع واحد بس. آه، بس ممكن من خلاله، ويمكن هنبقى برضه بنتكلم أكتر بعد كده كمان على مصطلح الفرانشايز وفكرته، بحيث ان انت تبقى موجود، بحيث ان تمام انت عملت ليك زبون في مكان معين في منطقة معينة، فتقدر ان انت تنقل الترافيك دوت، وتنقل ان الناس تبقى مهتمية وعايزة انها تبقى بتاخد من البراند بتاعك. فده كده في يعني في ملخص اللي احنا اتكلمنا عنه على فكرة الجلوبال. برضو مع نهاية اللايف دوت برضو احنا كنا عاملين آم، أكتر من فوت. ومهم جدا في التعليقات ايه الحاجات اللي حضراتكم مهتمين بيها، وايه المنتجات والسلع والخدمات بتاعت حضراتكم. بفكر حضراتكم مرة تانية إن انتوا برضو تبقوا بتعملوا اشتراك على القناة، بحيث إن احنا وقت ما بنبقى بنطلع لايف نبقى قادرين ان احنا نوصل لحضرتك. يا ريت الموضوعات يعني اللي انتم مهتمين بيها هنتكلم شويه برضو، او هنفتح موضوع عن الفرانشايز برضو للناس اللي مهتمه انها تعرف ازاي تقدر تضاعف من ارباحها ومن ايراداتها من 10 ل 15 ضعف بالاختيار الجيد للاتش اس كود. انها تتواصل معانا وتكتب لنا في التعليقات ايه السلعه او المنتج بتاع حضرتك او بتاع حضرتك. شكرا جدا لحضراتكم، شكرا جدا للناس اللي تفاعلوا معانا النهارده في اللايف. مستني اشتراكات حضراتكم على القناة، اللايكات بتاعتكم لو الفيديو عجبكم، الكومنتات ما بعد بس او لكن، بحيث ان احنا نعرف ازاي نقدر نطور من نفسنا، ازاي نتكلم في موضوعات انتم مهتمين بيها. تحياتي وتقديري للجميع، يوم سعيد عليكم. وبعد شوية هيبقى في لايف تاني بإذن الله. كان معاكم باسم سمير في بتاع قصد. تحياتي وتقديري ويوم سعيد للجميع.